ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. لو انت حاسس انك نسيت المنهج كله قبل الامتحان فاحب اقول لك اننا كلنا في نفس المركب، والنهارده جبت صاحبي توماس عشان نتكلم عن الكارثه دي. ازيك يا توماس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. المواد عامله ايه معاك؟ كلمنيش على المواد يا عم مروان. ليه المواد كده؟ كتيرة في تانية ثانوي، وانت طبعا عارف. الفيزياء والكيمياء والانجليزي، انت عارف بقى، مش هنتكلم. مش عارف نعمل ايه في الكلام ده. طبعا. هما لو كمل الفيديو هيعرف هيعمل ايه. فيلا بينا. يلا بينا يا عم توماس. قبل ما نبدا تشترك يلا. اللايك والسبسكرايب، وتنزل تشترك في قناه توماس اهم من قناتي، وتشترك في القناه بتاعتي طبعا بعد قناه توماس، وتشترك في قناه الواتساب بتاعتي، هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها في الديسكريبشن. ويلا بينا يا عم توماس نبدا الفيديو. يلا بينا يا باشا. يلا بينا يا باشا. طبعا انا عايز اسلم بس على المتابعين اللي عندك. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اه. يلا بينا. حاجة يا عم توماس، ايه اكتر المواد اللي انت خايف منها وقلقان منها، بالذات اللي انت حاسس ان انت مراكمها او كنت مراكمها؟ بص، عشان احنا في تانية ثانوي وكنا في أولى ثانوي بسبب العلوم المتكاملة. فهتلاقي معظم الطلاب معاهم دلوقتي المواد الصعبة بالنسبة لهم الكيمياء والفيزياء. خصوصا الكيمياء أصلا نازلين لنا تلات أبواب. تمام، والفيزياء 5 أبواب. فهيبقى صعب جدا على الطالب. كلام مظبوط، بس انا حاسس بالنسبة لي انا الفيزياء بالنسبة لي انا ابسط شوية من الكيمياء، لان الفيزياء عبارة عن قانون بتاخده بتطبقه، فانت كده كده اللي هو انت كده كده معاك مفتاح الحل، بس يا دوبك بتطبق بالقانون ده. الكيمياء بالذات عبارة عن حفظ في حفظ، فانت بالنسبة لك مين احسن المدرسين للكيمياء يا عم توماس؟ طبعا أنا زي ما قلت لهم على قناتي، يعني أحسن مدرس باخد معاه حاليا هو عمي وعم عيالي عبد الجواد. ده ايوه. بالنسبة لي. انا بالنسبه لي انا خالد صقر بصراحه، لانه بيحل كتير، بيعمل ملخصات، المراجعات بتاعته بصراحه انا فهمت منها اكتر، لانه بيحاول على قد ما يقدر يشرح من الاول مش يراجع تلخيص. فاهم قصدي يا عم توماس؟ اه، وده هيفيد الطالب اللي لسه ما بداش على فكرة. اه، ده بالنسبه للطالب اللي لسه ما بدأش، حاجه زي كنز كده، هو بيدور عليه. فاهم اه قصدي؟ صح صح. فالطالب اللي لسه ما بدأش انا انصحه، او الطالب اللي حاسس ان هو مش هيبدأ او فيما قادم، يعني الطالب اللي حاسس ان هو ضعيف شويه في المنهج، يستحمل بقى شويه، ويستحمل المده الطويله شويه بتاعت مستر خالد صقر ويبدأ معاه. صح ولا لا يا عم توماس؟ وبرضه عبد الجواد عامل مراجعة حلوة. لامم ال3 أبواب، كل باب لوحديه. بس عاملهم على المنصة يعني. فاهمني؟ فاهمك طبعا. باشتراك وكده. ايوه، وخالد صقر أكيد عاملهم كده برضه. ما هو خالد صقر نفس النظام بالظبط. الفرق يعني في عقلية الطالب وقدرة المدرس على إن هو يوصل المعلومة للطالب، ده الفرق يعني. هو طبعا انت كلامك صح 200%، بس انا شايف ان هي برضو بتكون بنسبة كبيرة الطالب لازم يجتهد ورا المدرس. يعني في طلاب تخش عند مدرس مثلا تاخد شهر او شهرين، تلاقيها قاعدة بتتفرج على المحاضرة زيها زي الكرسي اللي هي قاعدة عليه، هي وكأنها مم. ما استفادتش اي حاجة هو عموما. هو مش أم كلثوم بيرنم قدامك ولا بيغني. أنت لازم تكتب وراه وتدون أهم حاجة. بس احنا دلوقتي في فترة مراجعات. مش لسه هندون وكل حاجة. انت دلوقتي يعني في فترة مراجعات وعايز تلم المواد. فقول لي ايه اكتر حاجة انا ممكن اعملها دلوقتي وتنقذني. اكتر حاجه انت ممكن تعملها دلوقتي وتنقذك انك اللي انت تحاول تلخص كل باب لوحده. يعني انت مثلا انت خلاص مش هتلخص دروس، انت الدروس دي تحاول تنساها بقى، انت خلاص انت هتخش على كل حاجه تاخد منها باب. يعني مثلا الكيمياء انت لازم تاخد الباب الاول في يوم تحل عليه وتحل التقييمات التقييمات اللي نازله بالظبط. اه. والباب التاني نفس الفكرة، والباب التالت نفس الفكرة، اللي انت تحاول تلخص كل باب لوحده. المعادلات طبعا انت لازم تاخدها في الباب التاني بتاعت الكيمياء، اكتر باب فيه معادلات هو الباب التاني، فانت المعادلات انت انت لازم. ممكن تقسم الباب التاني اصلا على يومين. بالظبط، يعني لان ده هو يبقى كافي جدا. اه الباب التاني انت ممكن تقسمه على يومين، زي ما اكيد توماس قال لكم في الفيديو اللي هو منزله يعني. انا مش هقول اكتر مش هقول اكتر منه طبعا. لا، آه. انا مقسم على يوم. بس مش تفرق يعني على حسب الطالب، بس المهم يلم يعني. ايوه صح. هي على حسب الطالب، بس يعني انا بالنسبه لي الكيمياء انت الباب التاني ده عشان هو باب طويل شويه فيه معادلات كتير وهو باب رخم. لو انت طالب ميح ما تعرفش حاجه في الباب او مش حافظ معادلات، فانت ممكن تقسمه على يومين. صح ولا ايه؟ اه صح، وهيفيدك جدا برضه. وتبدأ جد في سنة تالتة. عشان مش هينفع الوضع كده.
بالظبط. انت في سنة تالتة انت المفروض اساسا تبدأ من الاساسيات. انت خلاص انت طالما خدت حصة الاساسيات انت لازم بقى تبدأ انت جد ملتزم. لان انت لو راكمت او عملت اي حاجة انت خلاص المنهج ضاع منك ومع السلامة خلاص. وخصوصا لو خدته اونلاين فده هيبقى، لو رقمت فصعب جدا انك تلم يعني. بالظبط، لان اغلبية اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي هم بياخدوا دروس اونلاين، حتى لو مادة واحدة مم. بنسبة 75% اكيد منهم بياخدوا دروس اونلاين، حتى لو اه، يوتيوب عموما. هو اونلاين عامة يعني. اونلاين عامة مش لازم منصة. مم. صح. وده اوفر لك بكتير على فكرة. بالظبط. طب وبالنسبة للفيزياء يا عم توماس، تقدر نلمها ازاي؟ الفيزا طبعا في كذا مدرس عامل مراجعات على اليوتيوب، منهم مستر كوروليس، دكتور كوروليس. وفي قناة بتبقى جهاز مستر فارس العناني برضو عامل مراجعة حلوة مكثفة 8 ساعات. طبعا أول يوم هتاخد الباب الأول، تمام. الباب الأول كاملة. يعني أنت هتخش مثلا مراجعة كوروليس، تاخد من الباب الأول كاملة شرح. تمام. تمام. بعد ما تاخد الباب الأول شرح هتحل عليه أنت. تمام. بعدها تخش على تحل تقييمات. فكده أنت ظبطت الباب الأول من أصل 5 أبواب في الفيزياء. انت قصدك ان احنا ناخد كل باب لوحده وبعد كده نحل عليه، صح كده؟ اه، ده أفضل. اه. عشان الباب التاني في الفيزياء صعب إنك تاخده مع الباب الأول اللي هو بتاع الحركة الموجية والحركة الاهتزازية. اه، هو الباب التالت اطول باب في الفيزياء، انت ممكن تحاول تلخصه في يوم، لان مفيش وقت خلاص. انت الفيزياء 5 فصول، في كل فصل ياخد يوم. بس حاول اللي هو تفهمه واحدة واحدة، مش ما تاخدش معاه حاجة تانية بمعنى اصح. صح. لان بس أنا برضو بقول إن ما تذاكرش مادة واحدة في اليوم، تبقى وحشة. هو صح، بس انت مادة واحدة في اليوم، انت لو اليوم دوت مثلا، او انت تاخد حاجة تقيلة مثلا زي الفصل التالت فيزياء، او الفصل التاني كيمياء. الحاجات دي طبعا انت لو خدتها في يوم انت هتقفل اليوم كله، لانه هتاخد منك وقت طويل جدا. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وهتلاقي الجزء التاني في قناة توماس. ما تنساش تروح تتفرج عليه عشان ده بيكمل ده. وتكتب طبعا لتوماس تعليق اللي انت جاي من تبعي، يعني تشرفوني هناك يا رجالة ولا ايه؟ وأكيد اللي هيجي من قناتك طبعا، طبعا اللي هيجي من قناتك طبعا تشرفني أنت ومتابعينك وفقراس والله. بس والتوفيق ليكم يا رجالة. اتفضل. ومع السلامة بقى يا رجالة. يلا سلام.